وزي ما شفت كده يا صاحبي في عنوان الفيديو، اخيرا جبت لك النهارده طريقه اضافه اطقم الدوري المصري داخل لعبه فوتبول ليجا بطريقه سهله جدا وكمان بدون اي تعب. صلى على النبي عليه الصلاه في البدايه وما ننساش تابع اخواتنا، ربنا ينصرهم ويصبرهم ويحميهم. ويلا بينا نبدا الفيديو على طول. عاوزك تعرف الصحاب ان الانديه اللي هننقلها النهارده هو نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز كافضل 3 انديه في الدوري المصري، ومش هقدر اجيب لك الاطقم بتاعه الدوري المصري بالكامل لان الناس اصلا اللي بتصنع او بتصمم ما عملتش الدوري المصري بالكامل، فانا جبت لك ال3 انديه واظن ان هم دول المطلوبين داخل الدوري يعني. فخلينا بقى من غير رغي كتير ندخل على الطريقه على طول. اول حاجه صاحبه تعملها وهي انك هتدخل على تليجرام او قناه الواتساب عندي. قناتين هسيبهم لك في الوصف، هتلاقي الروابط بالشكل اللي قدامك دوت. طبعا ده 3 أندية زي ما قُلت لك. خلّينا ننزل كده نجيب مثلًا أدي النادي الأهلي ونادي الزمالك التاني، وتالت نادي وهو نادي بيراميدز بالأطقم بتاعتهم الكاملة. فخلّينا على طول ننقل أول حاجة هو النادي الأهلي. أول حاجة صعبة تعملها إنّك هتاخد لينك الشعار ده هتدوس عليه ضغطة مطولة، بعد كده هتدوس على نسخ الرابط، بعد كده بالصحاب هتروح رايح اللعبة، بعد ما تدخل يا بالصحاب للعبة هتيجي هنا على كلمة الفريق، بعد كده هتختار الدوري المصري، وهتيجي يا صاحبي هتختار النادي الأهلي بالشكل ده، وهتفضل تskip كده لحد ما توصل لواجهة الخطة. بالضبط بالشكل اللي قدّامك دوّة، هتيجي هنا على كلمة تغيير اللاعب، وهتيجي هنا على تغيير الفريق، وهتيجي هنا على القلم بتاع أيقونة الشعار، يعني هتدوس على القلم كده، هيظهر لك يا صاحبي الخانة دي، هتيجي هنا تدوس على الlink وهتدوس موافق، ثانيتين بالضبط يا صاحبي وهيظهر معاك شعار النادي الأهلي بآخر تحديث أو بآخر شكل. هتيجي بقى هنا على الاسم، وهتمسح كل الكلام ده، وهتيجي هنا تقلب إنجليزي، وهتكتب ال أو بلاش هتكتب الأهلي، تمام؟ وهتروح دايس موافق وهيظهر معاك يا صاحبي الاسم والشعار بالشكل اللي قدامك ده. تعالَ بقى نجيب تاني حاجة وهي الأطقم. هترجع برضه يا صاحبي للقناة وهتيجي هنا على الطقم الأساسي هتدوس عليه ضغطة مطولة، بعد كده نسخ الرابط، بعد كده هتروح رايح للعبة تاني، بعد ما ترجع يا صاحبي لواجهة اللعبة هتيجي هنا على كلمة تغيير القميص، وهتيجي هنا على الطقم الأولاني اللي هو الأحمر هتدوس على أيقونة القلم، بعدين هتعمل لاصق اللينك هنا وتدوس موافق، ثانيتين بالضبط وهيظهر معاك يا صاحبي الطقم الأساسي للفريق وهو الطقم الأحمر. تعالَ بقى نجيب تاني طقم للفريق، هتيجي يا بالصحاب هنا على الطقم الاحتياطي أو الطقم التاني، هتدوس على اللينك ضغطة مطولة، بعد كده نسخ الرابط، بعد كده هتروح رايح اللعبة، وبعد كده يا صاحبي هتيجي هنا على الطقم التاني اللي هو الأسود، هتدوس على أيقونة القلم، هيظهر معاك يا صاحبي الواجهة دي، هتدوس على اللينك وهتعمل موافق، برضه يا صاحبي ثانيتين وهيظهر معاك الطقم التاني وهو الأزرق. وكده اخترنا الطقم الأول والطقم التاني، متاح برضه معاك الطقم التالت هنروح نجيبه دلوقتي. كده بالصحاب نقلنا أول طقم وتاني طقم. الطقم التالت بقى هو الطقم الأصفر ده، خلي بالك هنا عشان ما فيش أطقم للحراس، الطقم التاني الحراس مش موجود، فبالتالي هنجيب الطقم التالت هنضيفه في خانة من بتوع الحراس لأن موجود طقم واحد، فهنيجي هنا على الطقم التالت هتاخده كوبي، بعد كده هتروح رايح للعبة. جينا بالصحاب الواجهة دي هتيجي هنا على أطقم الحراس الأول أو التاني، شوف أنت حابب إيه. أنا مثلًا هاضيفه في الطقم الأول للحراس، هاجي هنا وهاعمل لاصق لللينك وهادوس موافق، هيظهر معانا يا صاحبي الطقم التالت للفريق وأول طقم للحراس بالشكل اللي قدامك ده، 3 أطقم أساسيين، خدنا منهم طقم أول طقم للحراس. هنجيب بقى تاني طقم للحراس، هتيجي هنا بالصحاب بقى على كلمة أول طقم للحراس، هتاخد على اللينك ده هتدوس عليه ضغطة مطولة، بعد كده نسخ الرابط، وبعد كده هتروح رايح للعبة. وهتيجي يا صاحبي هنا على آخر طقم للحراس وهتدوس على أيقونة القلم وهتعمل لاصق اللينك هنا وهتدوس موافق، ثانيتين يا صاحبي بالضبط وهيظهر معاك أول طقم للحراس أو آخر طقم. لأ إحنا خدنا طقم الزمالك يا أخوانا، إحنا خدنا طقم الزمالك، فبالتالي خلّينا نغيّره. هتيجي يا أبو الصحاب تاخد أول طقم وهتروح رايح اللعبة، هتيجي يا أبو الصحاب بقى هنا على أيقونة القلم، معلش إحنا نقلناه بالغلط، فهتعمل لاصق اللي هنا وهتدوس موافق. وهيظهر معانا صاحبي الطقم الأول للحراس أو الطقم الحراس التاني، بما إننا ضِفنا الطقم الأول، فبكده الأطقم بتاعة الأهلي اكتملت. تعالَ بقى مع بعض كده ننقل برضه أطقم وشعارات نادي الزمالك. تمام يا جدعان، بعد ما اكتشفت إني نقلت نادي الزمالك قبل كده في فيديو قبل كده، فموجود عندي نادي الزمالك، فتعالَ بقى ننقل نادي بيراميدز وخلاص. هتيجي هنا على شعار نادي بيراميدز، نحدد الشعار كده وهتدوس نسخ الرابط، بعد كده تروح رايح للعبة. هتيجي بعد كده يا صاحبي على خانة الفريق برضه، وهتيجي تختار الدوري المصري، وبعد كده هتختار نادي بيراميدز بالشكل ده، وهتخش بقى تskip لحد ما توصل لواجهة الخطة بالشكل ده، وهتدوس على خانة تغيير اللاعب، وهتيجي هنا على تغيير الفريق،
أو تعديل اللاعب بعد كده تغيير الفريق، وهتيجي هنا على أيقونة الشعار بتاع نادي بيراميدز، وهتعمل لَصْق بالشكل اللي قدّامك ده وهتعمل موافق. ثانيتين يا صاحبي بالضبط وهيظهر معاك الشعار زي ما هو ظاهر قدّامك بالشكل ده. هتروح بعد كده تجيب الأطقم، هتاخد بعد كده يا صاحبي اللينك بتاع الأطقم الطقم الأولاني، هتدوس عليه ضغطة مطولة، بعد كده نسخ الرابط، وهتيجي هنا تروح للعبة. بعد كده بالصحاب هتيجي هنا على كلمة تغيير القميص، وهتيجي هنا على الطقم الأولاني الأزرق ده، هتدوس على أيقونة القلم هتظهر لك الخانة دي، هتعمل لاصق اللينك هنا وهتدوس موافق. ثانيتين بالضبط وهيظهر معاك أول طقم لنادي بيراميدز بالشكل اللي قدامك ده. هتروح بقى بعد كده تجيب الطقم التاني، هتيجي يا أبو الصحاب بعد كده على الطقم الاحتياطي، هتدوس عليه ضغطة مطولة، بعد كده نسخ الرابط، بعد كده هتروح رايح للعبة. هتيجي يا أبو الصحاب بعد كده على الطقم اللي هو التاني، هتدوس على أيقونة القلم هتظهر لك الخانة دي، بعد كده هتعمل لاصق اللينك وهتدوس موافق، هتظهر معاك يا صاحبي أو هيظهر معاك الطقم التاني الأبيض بالشكل اللي قدامك دوّة. تعالَ بقى نجيب أطقم الحراس، لو جيت يا صاحبي على أطقم الحراس أو الطقم التالت مش موجود للأسف، بس موجود فيه طقم واحد للحراس بس هو الطقم الأول، فبالتالي هنحطه في الطقمين يعني خلّينا بس ناخده نسخ كده، بعد كده تروح رايح للعبة، وهتيجي يا صاحبي هنا على أول طقم للحراس، هتيجي على أيقونة القلم، بعد كده تعمل لاصق اللينك وهتدوس موافق، هيظهر معاك يا صاحبي أول طقم للحراس، وبعد كده يا صاحبي هتيجي هنا على الطقم التاني برضه هتعمل لاصق لللينك هنا عشان ما فيش للأسف أطقم تاني للحراس، فتعالَ بقى نستعرض كل الأطقم اللي معانا النهارده. ده بالصحاب أول طقم لنادي بيراميدز بالشكل اللي قدامك ده، يعني طقم سيمبل جدًا ومميز ومصمم باحترافية كبيرة جدًا، فأنت زي ما أنت شايف يعني هو واقعي وشكله جامد جدًا يعني زي في الحقيقة بالضبط. وبرضه ده الطقم التاني اللي هو الأبيض السادة، شكله واقعي برضه هو زي في الحقيقة بالضبط. تعالَ بقى على أطقم نادي الزمالك. زي ما أنت شايف كده يا صاحبي ده برضه استعراض لطقم نادي الزمالك، شكل مميز جدًا ومصمم برضه باحترافية كبيرة وواقعي جدًا الطقم الأساسي، وبرضه ده الطقم الاحتياطي واقعي جدًا وبرضه مصمم باحترافية كبيرة جدًا. تعالَ بقى نشوف أطقم الحراس، أطقم الحراس مش موجودة للأسف، تعالَ ننتقل على طول لأطقم النادي الأهلي. وده بالصحاب استعراض برضه لطقم النادي الأهلي، أنا شايف صراحة إن طقم النادي الأهلي هو أكتر واقعية من الأطقم اللي فاتت، لإنه مليان تفاصيل وصراحة التفاصيل مدققة جدًا أو دقيقة جدًا، ومصممة برضه باحترافية كبيرة جدًا من جانب المصمم. برضه الطقم التاني بالشكل اللي قدامك ده برضه مصمم باحترافية كبيرة، وبرضه يا صاحبي لو لاحظت هتلاقي إن في تمويجة بسيطة كده في الطقم برضه، فدي برضه مديّة له واقعية زيادة لإنها موجودة في الحقيقة. فبكده يا أبو الصحاب أقدر أقول لك مبروك عليك، نقلت نادي بيراميدز ونادي الزمالك والنادي الأهلي داخل لعبة فوتبول ليجا بكل الأطقم والشعارات بتاعة الفرق كلها. وقُل لي يا أبو الصحاب رأيك برضه في الفيديو في الكومنتات تحت، وبس كده يا صاحبي أشوفك الفيديو الجاي إن شاء الله، مع السلامة.